ازاي ما تعملش دايت بس تخس؟ هقولك على شوية نصايح هيفرقوا في حياتك كتير جدا لو فعلا طبقتهم. حط خضارك الفريش على كل وجباتك الرئيسية، ودايما كله في اول الوجبة. قلل او امنع خالص المعلبات زي الشيبسي والبيبسي والبسكوتات الى اخره، وعوض ده بقى بفشار في البيت ملح قليل. وكمان في وصفات كتير جدا هتلاقيها عندي، بانكيكس صحية ووصفات كتير صحية لحلويات. المية لازم تاخد احتياجك اليومي منها، سواء المية دي في صورة مية عادية او مشروبات عشبية زي الكاموميل، اليانسون، النعناع الى اخره. وبلاش بطبطة وقلة حركة، يلا قوم زود حركتك. قلل شوية الدسم في أكلك، وقلل النشويات البسيطة زي الرز والمكرونة والعيش، وزود النشويات المركبة زي الفريك والبليلة والذرة، وزود الخضار الفريش في أكلك عامة. صغر وجباتك بس خليها متعددة ومتوزعة على مدار اليوم، وتجنب ان اكلك يبقى متوزع على مدار اليوم على وجبة او وجبتين بالكتير، عشان الجسم بيدخله طاقة وسعرات كتير جدا في الوجبة كده، فمش بيقدر يحرق كل ده، هيحرق شوية وهيخزن الباقي دهون. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو والشير.